بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هزرع كوسه ودي خيار. انا جايبهم كده من السوق مع البذور اللي انا وريتها لكم في فيديو قبل كده، كنت جايبه ده كله مع بعضه. فالخيار انا هبيته ليله بحالها في حبه ميه، يعني هناخد حبه كده مثلا، يعني حبه زي كده وفي كوبايه ميه زي كده اهي. هنشيل اللي وقع طبعا، هنسيبه بقى يعني ايه لحد ايه بكره الصبح، وهنكمل ايه زراعته برضه. اما الكوسه هنزرعها على طول دلوقتي حالا. نشيل دول كده على جنب، ونحط بذره من دي كده، هتاخديها زي ما هي كده وتحطيها في الفتحه كده، وتردمي عليها كده بالراحه كده بخشبه حتى كده كده، يعني خلي ايه الردم عايم كده، ما يبقاش ايه كده بسيط. وهنرجع نسقيها تاني. دي اللي هي السلات البلاستيك اللي هي زي دي كده، هزرع في دي كبيره شويه عندي، دي صغيره شويه بس هتاخد 2 برضو، يعني مش هتقول لا. حاطين كده البذره اهي. دي يعني الظهر جاي عليها يعني ماده حافظه، يعني مع اني جايبهم والله من البازار برضو، يعني في سوق مش محل. فانا شاكه ان الخيار ده جاي معمول في البيت، يعني اكمنه مش عليه لون زي الكوسه كده. دي بتبقى عشان الافات والحاجات دي. واحده هنا برضو هنا، وواحده هنا نردم عليها بالراحه كده برضو، بس ايه يعني ايه ما نحاولش برضو ايه يعني برضو ما يخشش هوا برضو، يعني هنردم وبرضو ايه ممكن نحط حبه تراب برضو، بس تبقى ايه دي معرشه كده، ونحط برضو حبه تراب ناشف حتى كده عشان لما تطلع بس ما ايه يعني التراب مش يبقى مكتوم فيها، يعني تبقى ايه طالعه والنمو شغال معاها. وان شاء الله ربنا يحسن ختامهم ويطلعوا. انا بصراحه اول مره ازرع الكوسه، لكن زرعت الملوخيه والخضره قبل كده والحاجات اللي هي الخفيفه يعني كده. هم قال لي حاجه 2 كده، نردم عليها تاني كده بحيث ان هي ايه برضو مش تبان وما تاخدش هوا كده. هو قال لي حاجه 2 في الصندوق ده كده. ونرجع بقى نسقيها ميه برضو حبه صغيرين على التربه، بس على الزرعه بس كده كده، عشان انا كده كده ساقياها اصلا، يعني ساقيه التربه كده بس. وما تطلع معايا هوريها لكم ان شاء الله. ما شاء الله الكوسه كبرت وجميله اهي، مع ان مزروعين مع بعض بس بتختلف من بذره لبذره اهي. بصوا لسه هتنبت اهي، بصوا لسه هتنبت، معرفش بقى الرابعه هتطلع ولا لا. ما شاء الله جميله، لسه القشره بتاعتها عليها من فوق، وكل ما يكبر مرحله هوريه لكم ان شاء الله. عملتهم في صندوق كبير بلاستيك، يعني اللي هو الكبير ده كده، المسافه كبيره بتاعته شويه عندك عن اللي هو بتاع الفاكهه الكبيره اهي. ودي اللي لسه القشره لازقه فيها برضو، والله مش راضيه اشيلها، انا قلت سيبها هي مع نفسها، وكل ما يكبروا مرحله هوريها لكم ان شاء الله. ما شاء الله اللهم صل على النبي. دي اللي كانت صغيره، دي الكوسه اللي كانت صغيره. الكبيره انا نقلتها بس بصي ما كبرتش ازاي برضو، يعني ايه طلعت التانيه المقابله لها، وفي واحده جوه كمان صغننه. بس الحاجه لما بتتزرع في مكانها وما بتيجي تنقليها يعني ظهر الجدر بياخد هوا، الله اعلم، او التربه بتختلف، مع ان بتبقى التربه اللي انت مستخدماها واحده في جميع كل حاجه. فانا هنقلهم برضو وهشوف باذن الله، نوسع عليهم يعني شويه. ما شاء الله اللهم صل على النبي. ايه الكوسه وجمال الكوسه يا وليه، ما شاء الله ما شاء الله. بصي الكوسيه حلوه وجميله ازاي، والتانيه فوقيها اهي اللي هي مطلعه نور اصفر دي، جميله 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 ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بصي التانيه برضو اهي، انا زارعه 3، كنت زارعه كتير بس هم نصيبي طلع لي في 3 بس. عسل نعمه ورضا. ما شاء الله الورقه بتاعتها كبر ايه. بصي 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 اللي في الجردل كمان ما شاء الله جميله. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.